كان بساط الأحمدي مفروش، ردوا لي خبر. عندي وصية ما هي لبعض الشباب الطايشين، للشايب اللي كمل 60 وقليبه خضر. وصية واخص فيها اخواننا المتقاعدين. هذا الرجال يقول لا تقاطعوني يا رجال. خلوا القصيدة وصية واخص فيها اخواننا المتقاعدين، اللي من المغرب ينام ويصحي من اول فجر. ويالعود انا بوصيك كانك في وصاتي تستعين، ركز معايا بسمعك وركز معايا بالنظر. كان مسدس جيمة بجرابها والحظ شين، لا تيأس إن قالوا شبابك فات والشايب كبر. أدري لجيت العجيز قمت أفتخ باليدين، طفحك سماوي لا أنت لا زارع ولا جاني ثمر. ويا العهد ركز في وصاتي واسمع الهرج السمين، وش رايك بشيء يردك للشباب ولا يضر؟ شيء جديد بعصرنا ما مر عصر الأولين. العلم ما هو في لبن خلفات وصحيل التمر، شيء الرخيص بقيمته لا شك مفعول الثمين. ما هي بلحية دلة صفراء على حيد الجمر، فياق راح احطها عن يسارك واسناف يعني ترجع ورا 20 عام ولا بعد تطمر طمر. تلقاه بقرب صيدليه لأسرين فاتحين، راح واطلبه جعني فداك بحال وادفع له مهر. واليمسة الدنيا عليكم والعيال نايمين، حط الفشك في مخزن البندق تحيزم وانتظر. خذ بس حبه لا تكثر، كثرها ما هو بزين. ارموا بالك لا تزودها ترى موت حمر. وراح وتبطح ربع ساعة لين مفعوله يبين، المعنوية ترتفع عندك ويشتد الظهر. وقل للعجيزة ابشري العيون حنا حاضرين، ابشرت يم العيال البندق الملوي عمر.